شويه ولا بسم الله الرحمن الرحيم. عاملين ايه؟ ومعاكم حلقه جديده من برنامجكم المفضل 3 بونت. ازيكم؟ ازاي عيالكم؟ عاملين ايه؟ احنا كويسين والله الحمد لله. انت عامل ايه؟ بقالنا كتير ما اتجمعناش احنا الثلاثه. والله يعني ليكوا شقه والله زمان انا بقالي كذا يوم قاعد مقطوع هنا السلك بس. ما كناش عارفين نتجمع، كان كل واحد عنده مشغولياته ومسؤوليته، كنا مش بناخد- على مصرية زي ما كانت الناس بتتكلم كده في الكومنتات. لا تعالى لي يا عم. ماشي، هو ما عادش بيجي خلاص. هو مش عارف هو فين الصراحه. انت ما بتشتمش ليه يا عم؟ هاي كنا بناخد جوله في روسيا واوكرانيا كده. الف مبروك الله يبارك فيك. مصر في كاس العالم. للانديه. لا احد يشعر باي شيء. هنا لا احنا المفروض نفرح. اللعيبه نفسها ما تفرحش. يعني. فمش عارف احنا موقفنا ايه. واحنا صعدنا كده صح؟ هو اصلا يعني ما فيش حد تاني همه اصلا اي حاجه في التصفيات دي. لا هو اللي جاي المهم بقى، يعني كل اللي فات ده مع ان هو صعود لكاس العالم، بس هو اللي جاي مهم. انت عندك بطوله افريقيا. كنا بنحتفل بيه ده الصعود ده اللي انت بتقول اللي انت رميته. لما مدحت شلبي قعد الله واحد يصيح وبتاع. احنا الصعود لكاس العالم ده ايوه ده كان انجاز لا ما لوحده. اصل المجموعه تعبانه فهو ما يعتبرش فرحه. الفرحه بقى ان انت تخش تعمل حاجه في بطوله افريقيا. ما انت مش هتفرح، ما انت الطبيعي بتاعك انت كده مش هتفرح. احنا مش اصلا مش هتفرح في افريقيا كده مش اساسا. هتفرح. لا هي مش هتعمل في افريقيا، هي بتاعت المغرب. هي بتاعت اي حد غيرنا. احنا نطلع مربع. مربع لا والله ممكن نطلع مربع ذهبي ان شاء الله. انا مش شايف اي حاجه. والله احنا نوادر توحي لي كده نعمل بس يعني، واحنا نفسنا. لا اصل هو جلخ يعني هو هينزل يحط اللعيبه في 18. احنا مش بنلعب في كاس ده اسلوب كاس عالم. لو في كاس عالم انزل تحط في ال 18. لكن هيعملها انت في افريقيا انت ليك اسم. خش يا انت في باشا. أفريقيا؟ اسم انت ليك رقم يعني انت في عايز تكسب في افريقيا انت كنت بتنزل بتلعب، ليك شكل، ليك كل حاجه. مفيش حاجه من كده. انت بيتخاف منك. ما الكلام ده تنزلش من تخاف من 2010 الناس. انتهى خلاص. ليه يا 2010 باشا؟ جون جده ليه يا باشا؟ بعد مع 2010 كيروش انت كنت عامل ازاي؟ عملت ايه بيه؟ انت وصلت نهائي، عملت ايه بيه؟ كنت عامل اداء يا حبيبي وخسرت. انت اللي مطلع احسن فرقه في البطوله. انت عامل ماتشات تحفه، كان معاك مدرب. معترض كسبت في الاخر زيك زي رقم 2. لا مش بتقاس كده، مش مغلوب بلانتيات وفي النهائي. انت ما كنتش متوقع اصلا، انت كنت تخش تعمل الاداء دوت اساسا. مش استحق يعني انا ناسي من فتره. الواد تحكي ده ليه؟ هو ممكن مش متذكر السنه يعني بالظبط. ده انت لعبت المغرب وكسبتها، لعبت الكاميرون، لعبت كوت ديفوار، لعبت برضه في الاخر السنغال في الاخر السنغال كسبت بلانتيات بس. ايوه ما كسبتش في الاخر. انت الكوره بالنسبه لك ايه؟ مكسب. اهلاوي لا حول ولا قوه الا بالله. اهلاوي. ده صعب. ليه تبقى خساره ولا تعادل؟ ليه ما فيش متعه؟ ما فيش متعه حاجه. ايه يا عم؟ اعمل ايه بالمتعه؟ عايز اذا كنت تريد المتعه عايز ابقى السيرك، انا مالي يا عم؟ طب روح السيرك اللي انت موجود. ما احنا كلنا قلنا في متعه اهي. ده مش متعه، بتفرج عليه بس بقول لكم ايه. عايز اخد رايكم في موضوع. اتفضل. والناس برضه تقول رايها في الكومنتات على الموضوع ده. ان احنا طبعا انتوا شفتوا منتخب الشباب عمل ايه في كاس العالم اللي فات. هو ما عملش حاجه. اللي هو من كام هو ما يوم. عملش ايه يعني خلاص. اللي هو تحت ال 20 منتخب اسامه نبيه. شفت الفضيحه ده حاجه قله ادب يا أخي. خلاص والله قله ادب. يعني سريعا كده برضه عشان ايه ما نطولش على الناس. احنا افشل تقريبا من افشل الدول في اعداد المنتخبات اللي هي الفئات السنيه اللي بتاهل المنتخب. الحمد لله دي ميزه. خلاص ربنا يديمها علينا يعني. خلاص في مصر يعني مش هقول لك تيجي تبص بره ولا حاجه، لا بص جنبك في المغرب وجنوب افريقيا ومالي والسنغال وكده. كفايه انك تبص المغرب. تعال شوف كفايه تبص المغرب عشان ده بعيد قوي. احنا بعيد بسنين ضوئيه عن المغرب دلوقتي جدا. ماشي. انت عارف السبب ايه؟ ايه السبب؟ حاجتين. عقليه اللعيب المصري ان هو عايز شهره مش عايز احتراف. ماشي. تاني حاجه الانديه ساعات بتخنق. احنا بنتكلم من تحت قوي بقى. حلو قوي. انا جاي لك في حته الانديه ساعات بتخنق دي. فانت جنبك تجارب مش بعيده قوي. مش هقول لك تطلع في اوروبا بقى والكلام ده كله، لا نفس الخط بتاعك. جنبك تجارب ناجحه انت ما بتستفدش منها. خلاص. طب انا عايز اقول لك على فكره. منتخب اليد مش ده منتخب في مصر؟ ايه رايكم في النجاح؟ ده متاسس صح. متاسس صح كويس. اداريا صح. انت عندك اللعيبه بتاعت اليد كلهم محترفين كلهم. الله ينور عليك. منتخب مصري عشان هو اصلا هنا مفيش شهره. هو عقليته انا عايز اعمل فلوس. هو اصلا هنا اللعبه الثانيه اخرك هتقبض كام؟ طب اعمل بره. لا داخل فيها عوامل ثانيه. انا جاي لك في العوامل الثانيه دي. الاتحاد بتاع اليد او منتخب اليد اللعيبه طبعا طالعه من اهلي وزمالك وفي اهلي وزمالك في الكوره وفي اهلي وزمالك في اليد. بس الفكره في ايه بقى؟ ان في بيئه مسمومه حوالين كره القدم اللي هي بيبقى فيها بقى ايه الاهالي اللعيبه زي زيزو زي على شاكلته، وفيها سماسره وفيها وكلاء لاعبين كل والاعلاميين طبعا واللعيبه المعتزله اللي بتطلع في البرامج. كل المفسده دي هي اللي مسببه فساد الكوره في مصر. دي حاجه الثانيه. تيجي تبص لليد ما فيهاش الكلام ده. مفيش حد اصلا بيطلع يتكلم هو فيها. نصعد لعب في الاهلي الزمالك تالق، لعب منتخب اتعرف، طلع طلع بره. انت عندك في اليد دلوقتي وحتى بيطلع بيرجع تاني. علي زين يعني اقل واجب.
علي لعب في برشلونه ولعب ماشي، بس لعب علي دلوقتي محترف بيطلع ويجي يطلع ايوه قصدي كده اللي هو طلع ورجع وطلع والعقليه بتاعته خلاص كده كويسه، يعني عقليه عليك. كويسه. هو شايف ان الاحتراف ده حاجه هو جميل جدا ممكن أصلاً. يكبر فيها، ووصل لبرشلونه ايا كان. برشلونه مثلا مش التوب مثلا من التوبات الكليات. من التوبات يعني مش هي منهم بس في نفس الوقت هو عارف ان هو يوصل لمرحله ويرجع يوصل لمرحله عادي، ده طبيعي وعاملها. يعني ماشي. اي لعيب في الكوره كاس عاملها. العالم الانديه بتاع اليد اللي كان لسه بيتلعب دلوقتي، اللي كان لسه بيتلعب فرقتين النهائي الاخوان برشلونه الدرع واللي الاخوان الدرع بيلعبوا قدام بعض. اه انت عايز اكتر من كده؟ ماشي بص، انا مش معترض، بس تاني انا عندي مشكله في الموضوع ده، من الاهلي للزمالك لانبي لكله. انا النهارده لعيب عندي زي كوكا ده مثلا. كوكا لعيب اصلا عندنا بيلعب المفروض ان هو باك شمال، هو لا باك، هو شمال بس، تمام. اتجاله عرض من تركيا. لا هو بيلعب في الشمال، انا مش شتمته يا عم. بيلعب في الشمال. ايه المشكله؟ واضحة. انا مش شتمتوش. بيلعب في الجهه الشمال. تمام. ما يعني راح جاله عرض من تركيا. لا احنا مثلا عايزين 1.5 مليون. يا ابني هو الراجل اصلا ما لعبش معاك يعني 20 ماتش على بعض، عايز 1.5 مليون. الدور بتاع ايه؟ ما تسيبه. هو ما يجيبش نص اصلا. هو ما يجيبش ربع، هو ما يجيبش حاجه. تمام. انا بذمتي ده ما يجيبش حاجه، بس جالك عرض زي اونانا كده. عارف مانشستر لما استلف عرض اونانا يا ولاد الغبيه، فاهم؟ وراح ايه باع. انا مستخسر الدقيقتين اللي اتكلمناهم على كوكا. والله العظيم. لا بس بص هو بيتكلم في نقطه حلوه، لان انا بقى عايز افتح مع الحوار ده، بس انت كده مش حاجه حلوه. المهم خلصت كوكا؟ لا مش كوكا، ما بتكلمش على كوكا، انا بتكلم على فكره ان انا يجي لي عرض للعيب ما لعبش معايا وامسك فيه. هو في عوامل في الكوره هي اللي مؤديه لفساد الكوره، كان العوامل دي مش موجوده في اليد يا جماعه. رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد مصري بقاله فوق ال 10 سنين مثلا، انتوا عارفين الموضوع ده؟ الراجل كده. فاحنا لينا واللي قبليه برضه كان 20 سنه. خلاص تيجي تبص لنتائج اليد، رابع اولمبياد، مش عارف خامس عالم 3-4 مرات ورا بعض. منتخب الشباب اخذ كاس عالم من كام سنه، اللي هو منتخب الدرع والناس دي. ما تيجي انت يا بتاع الكوره يا اتحاد الكوره، تيجي تقعد مع منتخب يا باشا هتبوظ لهم. قول له لا، قول له بس ايه، اديني يعني خطه نجاح كده امشي عليها. بس اقول لك حاجه، بس ما يعرفش يعمل كده ليه؟ يعني ما يعرفش يعمل كده ليه؟ لا هو واحد يعمله كده. لا عشان في المصالح كلها هتروح هتقعد في البيت. ايوه المصالح كلها هتروح. عايز اقول لك حاجه برضه، عقليه لعيب اليد مثلا لو بصيت عليه وهو بيخسر مثلا يطلع رابع ولا ثالث، تلاقيه زعلان. تلاقيه زعلان يقول لك لا واحنا عملنا وحشه. نفس المكسب ده، يعني لو طلعت مثلا رابع اولمبياد بالنسبه لمصر هتلاقي الناس طايره بيك. مين اللي وصل اللعيبه للحاله ديت؟ ده تراكم، ده منظومه، ده تراكم. طيب معلش 30-40 سنه، والمنظومه ديت لو اختلفت هتبقى محتاج 30 ولو سنه. اللعيبه ديت اتلاقت ان مفيش ارقام اللي ياخدوها في الكوره في مصر. ثانيه واحده ارد على سؤالك بس. لا انا عايز هي مره واحده كده. انا كده. بكلمك انت محتاج 30 سنه. المنظومه يعني يا جماعه المنظومه مش هتتغير. مش هتتغير. الناس فاتحه بيوتها من الفساد. طيب بس كده، ما انا بقول لك هو الفساد هم فرحانين كده، سمسره هم مبسوطين كده. خد بالك انت برضه يعني هو حسام حسن جاي اجبار عليه اختلافك او ان انت مع او ضد حسام حسن. لا هو المفروض احسن اوبشن في كل المدربين اللي موجودين في الساحه وبره الساحه. صلى على النبي. مين تاني هيجيب ايه تاني؟ طب ما صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. بالظبط. هيجيب مين تاني؟ خلاص هو اللي موجود وهو اللي هيكمل، والمفروض ان هو ليه تارجت في العقد بتاعه ان هو يحقق البطوله الجايه. طبعا هو يا اما هيمشي، صعب قوي. انت عارف الحوار ده، يا اما هيمشي. لو انت عايز يبقى كاس العالم مثلا بشهرين، هو انت ما ينفعش اصلا عشان يخش كاس العالم بمدرب اجنبي. هم عايزين كده مصلحه بقى. والله نعمل مصلحه، هنكتب ربع مليون وناخد مليون. هو الامل يا جماعه ان احنا نعمل يعني مثلا تخش ماتشات وديه قبل كاس العالم مع فرق كويسه وتعمل اداء ويبقى منظرك حلو، تخش بطوله افريقيا تعمل 3 ماتشات في المجموعه، 3 ماتشات تكون انت بقى خلاص استلمت لعيبتك وفهموا بعض الفتره دي، فتره كفايه تخش في بطوله افريقيا تعمل منظر كويس. مش مطالبين ان انا عارف ان احنا موضوع البطوله ده كبير علينا مش هناخدها، بس يبقى احنا طالعين. احنا كان في فترات بنبقى فرحانين بالمنتخب وهو مغلوب عشان لعب، عشان لعب. الله ينور عليك، عشان لعب. خلاص الموضوع ده من زمان، بس بيحصل، احنا بنصدق فيهم لما بنشوف منهم حاجه. لكن هنكمل بالمنظر ده يبقى هنتفضح في بطوله افريقيا وهنتفضح في كاس العالم. بس انت عارف فكر الاتحاد المصري لكره القدم ان انت تلاعب فريق كويس. لا حسام حسن بيخاف يلعب فرقه كبيره ياكل سكور. هو اللي رفض لغايه دلوقتي. انت عارف اتحاد الكوره، انت عارف الفرقه الوحيده اللي اتغلب منها مين؟ كرواتيا لما اتغلبنا 4-2. ما كان في مصر هو ومن ساعتها ما كررهاش. يا جماعه انا سمعت ان من واحد شغال في الفيفا يعني ان البرازيل قدمت جواب رسمي لاتحاد الكوره عايزين نلعبكم وهنديكم فلوس. عايزين نلعبكم وفي قطر. وقال لك لا، حسام الدنيا قال مقلوب عليه في مصر، ياخد المنتخب ويطلع ياخد بيه 5 في قطر من البرازيل ويرجع هيمشي. يقول لك ايه، هات لي يا عم جيبوتي يا عم وسيراليون والكلام ده كل 4 وصل على كاس العالم. والله العظيم عيب كده. بس فاحنا اتمنى ان في يوم من الايام منتخب مصر الكوره يبقى زي منتخب مصر اليد، ولو ان ده صعب بس ايه ادينا بنتمنى. احنا في 2025 يمكن الكلام ده بعد 60-70 سنه احنا عايشين ولا لا يحصل، الله اعلم يعني.
نبارك لمنتخب الصعود ان شاء الله، نعمل حاجه، نتمنى ان هو يعمل حاجه. احنا منظرنا واضح ان احنا متفائلين جدا. على الاقل قدام السعوديه لا احنا المضمون فارس، المنتخب المضمون بتاعنا ده لا 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 كده كده تكسب السعوديه. لا، مش مضمون دلوقتي. مش مضمون، هو كان مضمون ساعتها واقول لك تتعادل مع الاوروجواي وتخسر من روسيا وكده كده احنا عملنا سيناريو واحنا. بس أيوة. السعوديه حلوه حبايبنا، مش مشكله. الف مبروك ليهم. النور بتوع كاس العالم 2007. اي عرض والنبي. لازم نفكركم يا جماعه ان الحلقه دي برعايه 3. الحمد لله بدا يدخل لنا فلوس. الحمد لله. ما تكمل. آه، اقول انا تفتح العين علينا ليه؟ ده احنا بنكح يا ابني. انا هنزل اركب ميكروباص. برعايه اورو دينتال. لو انت في القاهره يعني وحابب تعمل سنانك، دكتور احمد حسني عامل خصم 20% على الكشف و10% على التنظيف. وبرعايه اي سي ستور، هو في بورسعيد، يعني هو في شارع الجمهوريه وفي شارع تاني كده بس مش فاكر اسمه، بس يعني هنبقى نحط لكم لسه هيروح يعرف المحل فين. بنعرف المحل بس فين. انا عارفه انا بروح له يعني عادي. بعمل 10% خصم على الجرابات. وبرعايه سوت هوم صوتهم للبدل طرح. برعايه سوت هوم للبدل، فندق أركان عامل خصم 1%. مش عامل اي حاجه لسه. مش عامل اي حاجه لسه. اشوف بذره كده من ان شاء الله من اللي احنا بنعمله دوت. لو في 100,000 واحد راح اشترى من عنده هيعمل لنا خصم. 100,000 يعملوا لنا سبسكرايب، وواحد بس يشتري من عنده هنعمل خصم ان شاء الله. وبرعايه تيك أواي مجدي اللي هو على الطرح جنب حي الشرق، سندوتشاته صح الصح، والحيوان لسه مذبوح حالا. خاله دايركت. يا عم بقول له خاله عادي. تنساش الشير واللايك والسبسكرايب وتعمل كومنت وتفعل زر الجرس. ولو عندك اي حاجه واي استفسار خليه لنفسك. شوف حلقه جديده.